في المسجد العسكري المشير طنطاوي بالقاهرة، يحيط العسكر بمختلف الرتب ضباطا وجنودا برئيسهم عبد الفتاح السيسي لأداء صلاة الجمعة بعد تفريغ جانب المسجد من المصلين لدواع أمنية. وليس ذلك فحسب، فأثناء أدائهم ركعتي تحية المسجد تفاجأ شيخ الأزهر أحمد الطيب بعنصر حراسة وهو يفصل بينه وبين السيسي قبل أن يطلب منه تغيير مكانه، حيث رفض الشيخ ذلك في البداية غاضبا ثم أذعن مجبرا على الانتقال. وأظهر المقطع وجود ما لا يقل عن 7 من أفراد الحرس الجمهوري في الصف الثاني حرسا للسيسي، على الرغم من أن كل الحاضرين هم من العسكريين. وقد أثارت هذه اللقطات جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل نشطاء حول مدى بروتوكولية جلوس الحرس بالترتيب السابق. وتساءل أحدهم ما الصفة الدستورية للشخص الذي كان يفصل بين السيسي وشيخ الأزهر، وما الصفة الدستورية للحارس الآخر، فيما أشار ناشط ثالث إلى أن هذا مناف للبروتوكول الرئاسي. فحتى المسجد الذي يرى فيه البعض ثكنة عسكرية لم يعد آمنا من أقرب مقربي صاحب فكرة صبح على مصر بجنيه، أو أن ذكرى يوم الشهيد التي قتل فيها رئيس الأركان الأسبق الفريق عبد المنعم رياض زادت من توجسات السيسي.